شركة بتحاول تطور العالم وتعمل تجارب عشان تخلي الديناصورات تعيش مع البشر بدون مشاكل. بس الفكرة كل حاجة هتمشي مظبوط ولا هيبقى فيه مفاجآت؟ ده اللي هنشوفه في فيلم جوراسيك وورلد ريفرس، فيلم من إنتاج شركة يونيفرسال وبطولة سكارليت جونهانسون. الفيلم متصور بتقنيات عالية جدا يا صديقي، متصور بكاميرات اي ماكس استخدموا فيها فيرتوال برودكشن، وفي دمج بين الجرافيك والمجسمات الحقيقيه عشان تحس انك جوه المشهد، جوه عالم الديناصورات يا صديقي. والمميز ان الفيلم مش مرتبط قوي بالاجزاء اللي فاتت، الفيلم بيحكي قصه جديده خالص عن عالم الديناصورات. وانا عاوز اقول لك ان شركه يونيفرسال صرفت على الفيلم جامد يا صديقي، صرفت 225 مليون دولار، بس الفيلم في اول اسبوع حقق اكتر من 320 مليون دولار، يعني كده تعشي. بس السؤال هنا يا صديقي، تفتكر هنقدر نعيش في وسط الديناصورات دي ولا كفايه عيني كده؟ ولو وصلت لغايه هنا يا صديقي ما تنساش تعمل متابعه عشان وجودك يفرق معانا، ولايك وشير، وقول لنا في الكومنتات توقعاتك من الفيلم. وسلام.